هل لو احنا بنناقش المقدرة هل هو ما يقدرش يسيبهم؟ لا يا فندم، يسيبهم عادي خالص. بس هل هو يعرف يسيبهم؟ وانا هنا مش بتكلم عن هل هو يعرف البروسيدرز بتاعت كتابة الاستقالة وانه يمشي. لا يا فندم، انا مش بناقش دي، انا بناقش هل هو يعرف يسيبهم من باب العائد الشهري بتاعه، الاقساط اللي عليه، وجوده في البيت، مشاريعه، احلامه، طموحاته. هي دي المعرفة اللي عايزك تفهمها. وهو ده اللي لما يبقى حد بيلعب عليك هتلاقيه بيلعب عليك من باب المقدرة. وهي دي المعرفة اللي أحب إن أنا أبقى أنا وأنت على نفس اللاين وإحنا بنتكلم فيها. ليه؟ أنا أثق فيك إنك تقدر تعمل كل حاجة، ولكن يهمني أوي إن أنت كمان تبقى فاهم إنه مش كل حاجة ليها علاقة بالمقدرة. كل حاجة ليها علاقة بالأولويات، كل حاجة ليها علاقة بالالتزامات، كل حاجة ليها علاقة بالطموحات، بالبلان، بالتارجت اللي عندك. إنما المقدرة اركنها على جنب، لأنه زي ما قلت لك صدقني لو المقدرة مش موجودة فينفع تتوجد. لو المعرفة مش موجودة هيبقى فيها هنا خطورة بقى. ليه؟ لأنه لو انت مش عارف هيجيلك حد تاني عارف ويستخدم مقدرتك انت، لأنه هو في الوقت ده ما يلزموش معرفتك انت، أو هياخد جزء من معرفتك انت